السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اقتراحنا اليوم وكيف كتلاحظوا غادي نشارك معكم ملوي كيجي رائع بطريقة اللي مبسطة ومختصرة الوقت، كيتحضر في وقت اللي هو وجيز وكيخرج لنا كمية وفيرة بمكونات اللي هي مضبوطة وكينجح معكم من أول تجربة. نخليكم تعرفوا على المكونات والطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. في قصرية غادي نوضع جوج ليف ديال الفورس أي الدقيق الأبيض ما يعادل 500 غرام، وغادي نضيف ليهم زلافه ديال الفينو اي دقيق القمح الصلب. دائما الفرص كيكون ضعف ديال الفينو. غنوزعو بهذا الشكل، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق، وغادي نضيف راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. غنضيف معلقه ديال السكر ونصف كيس ديال الخميره ديال الحلوه كيف ما موضح معكم. وغادي نلم العجين ديالي غير بالماء عادي ديال الصنبور، وغادي نبقى نجمعها بهذا الشكل. بالنسبه للكميه ديال الماء احتاجيت زلافه ونص، ودائما كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنجمع العجين ديالي. صافي من بعد ما لميت العجين ديالي غادي نشوف واش ناقصها مازال الماء. غادي نزيد كميه اللي هي قليله كيف ما ذكرت معكم، احتاجيت زلافه ونص، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. غادي ندلكها بهذا الشكل كيف ما موضح معكم بين 3 حتى 5 ديال الدقائق. ضروري نقوموا بهذه العمليه، ندلكوا العجين باش كينجح معنا المسمن او الملوي. بالنسبه للعجين خاصها تجينا قاصحه شويه، ما تجيناش خفيفه كتطلق معنا من بعد. غادي نستمر بنفس الطريقه ونتلاقاو من بعد. كيف كتلاحظوا كيكون هذا هو القوام ديال العجين ديالنا، كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. غادي نوضعها في بلاستيك اللي كنكون دهنت ليها كميه قليله من الزيت، وغادي نعقدها ونتركها على الاقل نصف ساعه. قد ما خلينا العجينه ترتاح قد ما كيجينا الملوي اللي هو مورق وكيجي ناجح. هنا من بعد ما مرت نص ساعه، ما خليتهاش وقت اللي هو كافي، غادي نفرغها من الكيس. كيف كتلاحظوا كتجينا عجينه اللي هي خفيفه وكتطلق معانا وكتعطينا الخدمه اننا فين نشكلوها كرات بهذا الشكل. صافي غادي نشكلها كويرات بنفس الحجم. بالنسبه لهاد الكميه اللي عندي خرجت ليا 9 ديال الكرات. كيف كتلاحظوا غادي نبدا نشكلهم بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي. هنا غادي ندهن الوجه ديالهم كميه قليله من الزيت، وغادي نغطيهم بالبلاستيك غذائي. غادي نتركهم على الاقل نصف ساعه باش كيسهلوا معنا في الخدمه. صافي هنا غادي نمر باش نحضر معكم الخلطه اللي غادي نورق بها الملوي. غادي نحتاج 80 غرام ديال الزبده، تقريبا 2 معالق يكونوا كبار. غنضيف لهم نصف كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف نصف كاس ديال دقيق القمح اي الفينو. غنضيف لهم ديك نصف كيس اللي بقى ليا ديال الخميره الكيماويه، وغادي نضيف ملعقه ديال النشا. بالنسبه لهاد الخلطه كتجينا عمليه وكتسهل علينا الخدمه وكتورق لنا الملوي كيجينا هشيش. صافي غادي نخلطها بهذا الشكل كيف ما موضح معكم حتى كنحصل عليها بهذا الشكل. صافي هنا غادي نتركها جانبا وغادي نمر باش نحضر معكم الملوي. غادي ناخذ الكره الاولى اللي بديت بها وغادي نورقها بهذا الشكل. ضروري نطلقوها سمك اللي كيكون رقيق حتى كيبان لنا سطح العمل. غادي نستمر بنفس الطريقه ونتلاقاو من بعد. هنا من بعد ما بسطتها غادي نوضع واحد الكميه قليله من ديك الخلطه اللي حضرت معكم. غادي نوزعها بهذا الشكل، وغادي نطوي العجين ديالي على شكل مسمنه، يعني الطويه اللي هي عاديه.
صافي هنا من بعد ما طويتها بهذا الشكل غادي نوزع واحد الكميه قليله هكا من ديك الخلطه على هذا الشكل، وغادي نطوي على 3 ديال الطويات، يعني كل جهه غادي نطويها على 3 ديال المرات كيف ما موضح معكم، يعني باتجاه معاكس بهذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما طويتهم بهذا الشكل كنتمنى الفيديو يكون واضح. غادي نقطع الوسط بهذا الشكل وغادي نحصل على اشرطه كيف ما موضح معكم بهذا الشكل. بالنسبه هاد الطريقه كتجيني عمليه سهله دغيا كيتحضر معنا الملوي، غير من عجينه وحده غادي نخرجوا 2 ملويات. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي وكنكمل باقي الكرات اللي عندي. صافي من بعد ما انتهيت غادي ناخذ اول شريط بديت به وغادي نبسطو بهذا الشكل كي راه كيتبسط بكل سهوله دغيا كيعطينا الطوع في الخدمه. غادي نبسطو بهذا الشكل كيف ما موضح معكم، وغادي ندهن بكميه قليله من داك الزيت والفين والزبده اللي حضرت معكم، وغادي نلف العجين ديالي بهذا الشكل يعني بالطريقه المعتاده باش مولفين كان نحضروا بها الملوي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل باقي الاشرطه اللي عندي. صافي مباشره غادي نمرغم باول وحده غادي نبسطها بهذا الشكل. السمك اللي كيكون متوسط ما تكونش عندنا رقيقه وما تجيناش غليظه في نفس الوقت. غادي نوضعها في مقله اللي كتكون عندنا سخونه، غادي نرش ليها واحد الرشيشه خفيفه ديال الزيت وغادي نطلقها ونبسطها بهذا الشكل. غنعطيها شكل دائري. صافي مباشره غادي نقلبها ما نخليهاش حتى كطيب او حتى كتحمر، يعني في هذه المرحله كيف نوضعها نقلبها بهذا الشكل. باش ينجح معنا الملوي ضروري نقوموا بهذه العمليه، نبقاو نقلبوا فيه كل شويه هكا حتى كيطيب او حتى كيتحمر من كاع الجوانب. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه وانا كنقلب في الملوي حتى كيتحمر وكياخذ ليا اللون اللي هو ذهبي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي. ضروري نقوموا بهذه العمليه والملوي عندنا مازال سخون. غادي نحلو بهذا الشكل كيف ما موضح معكم باش كيتورق من الداخل. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. بالنسبه للكميه اللي بقات لي غادي نطيب 2 مور 2 هكا باش كنسهل عليا الخدمه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي.
صافي هنا كنكون كملت الكميه كامله اللي عندي، وغادي نمروا باش نشوفوا الشكل النهائي. كيف كتلاحظوا كيكون هذا هو الشكل ديال الملوي ديالنا، كيجينا مورق من الداخل، كيجينا خفيف وكيجي هشيش. غادي نحل معكم وحده وتشوفوا كيف كيجي الشكل ديالو من الداخل. صراحه كيجي ملوي اللي ناجح وكيجينا مهوي من الداخل. كيف كتلاحظوا راه كيتقطع معنا بكل سهوله، كتجينا عجينه اللي هي خفيفه وكيجي ملوي اللي ناجح. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على الدعم. الا كنتوا جداد واول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش تشتركوا وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه، الى اللقاء مع وصفه او فيديو اخر ان شاء الله.